تعملي سندوتش فشة باللحمة المفرومة. بسم الله ما شاء الله. كل اللي عليا بجيب الرغيف البلدي كده واحط فيه شوية خضرة واروح ماسك المعلقة ونازل كده عبيله واديله زي شغل المصامت كده يا قشطة. شايفين الطريقة؟ حاجة حلوة وجميلة، طريقة عمل سندوتش فشة باللحمة المفرومة. شايفين الجمال والحلاوة؟ عبيله كده يا قشطة، مش تحرمي جوزك. عندك معلقة طحينة كده تروح حطها عليه كده من فوق يا قشطة. بسم الله ما شاء الله. ونجيب الرغيف التاني اهو يا قشطة، ونروح حاطين شوية خضرة كده ومعبيين فشة على لحمة مفرومة احلى من اي مصمت. تقدري تعملي الطريقة دي في بيتك. بسم الله ما شاء الله. السندوتش ده بسم الله ما شاء الله تقدري تعمليه في اي وقت. طريقة عمل فشة، الفشة دي معمولة بسمنة بلدي ومتحمرة، وبسم الله ما شاء الله. معلقة طحينة بيضة كده وتروح حطها عليها قشطة كده زي شغل المحلات. وبالهنا والشفا يا جميل. مع قرن فلفل اخضر كده وتروح حطاه له يا قشطة. تمام. ايه رأيكم بقى كده؟ حاجة جميلة، طريقة عمل سندوتش الفشة باللحمة المفرومة زي المطاعم بالظبط. بسم الله ما شاء الله. معانا المخللات ومعانا سلطة بلدي، ويلا بينا يا قشطة. بسم الله ما شاء الله. طبعا مش هتحسوا بيها لما انتوا تجربوها. طريقة جميلة وحلوة. وكل سنة وانتم طيبين في رعاية الله. في حلقة قادمة. دي كانت طريقة عمل سندوتش فشة باللحمة المفرومة يا جميل. مع السلامة.